مساء الخير على كل مستمعين ومشاهدين راديو في السكة. أنا غدا يسري في برنامج الحياة حلوة. هنتكلم النهاردة في موضوع خطير ومهم جدا يخص المجتمع المصري. إيه يا ترى سبب زيادة نسبة الطلاق؟ وليه الشباب بقى خايف ومتعقد من فكرة الجواز؟ هل يا ترى السبب هي المشاكل الاقتصادية اللي بيعدي بيها المجتمع المصري؟ لا، لأن حتى الناس المتيسرين ماديا برضو بقى عندهم نفس الهاجس ونفس الخوف من فكرة الجواز. ولو خدنا بالنا برضو هنلاقي سن الجواز اتأخر جدا، ما بقاش في سن العشرينات ده، خلاص تلاتينات أربعينات وجايز كمان يبقى خمسينات. وطبعا اللي بيتجوز في سن العشرينات بقى نادر جدا في المجتمع بتاعنا. هل يا ترى السبب في ده الظروف الاقتصادية اللي بيعدي بيها المجتمع المصري وغلاء تكاليف الزواج؟ انا ما اعتقدش، لان حتى الناس المتيسرين ماديا عندهم برضو مشكلة في موضوع الجواز ومتعقدين منه. ولا هم بقى الشباب اتعقدوا من كتر المشاكل اللي بيشوفوها مع اهلهم في بيوتهم؟ طب ايه يا ترى سبب كل المشاكل دي؟ مبدئيا كده ورقم واحد واهم الاسباب هي السوشيال ميديا. يعني هنلاقي الجروبات اللي موجودة سواء بقى اللي بتتكلم عن الطلاق او جروبات للستات وجروبات للرجالة، ودول يشتموا في دول ودول يشتموا في دول ودول يحرضوا على الطلاق ودول يحرضوا على الطلاق وهكذا. ده غير بقى ان لما بتحصل المشاكل الزوجية بنلاقي الراجل يروح يدور على اي واحدة تانية عن طريق الفيسبوك يكلمها، وده بقى سهل جدا ومتوفر جدا، وساعات الستات كمان بيعملوا كده. كمان دلوقتي الست المصرية بقت متعلمة وعندها وعي، واستحالة تقبل تكمل في ظروف غير مقبولة بأي شكل من الأشكال. كمان التربية الغير سليمة سبب من أسباب ارتفاع معدل الطلاق للأسف، لأن الأم بتربي ابنها الذكر على الاستحقاق الغير مشروط، ومبتتكلمش معاه للأسف عن الحقوق اللي المفروض يقدمها للست اللي هتكون معاه أو للمسؤوليات اللي عليه ناحية بيته. وطبعا الست الأم دي بتكون يا إما أم مقهورة، فبالتالي هي بتقول اشمعنى أنا قبلت على نفسي، طب ما مرات ابني كمان تقبل على نفسها. او تكون ام غيورة جدا لدرجة ان هي عايزة تسيطر على ابنها ومرات ابنها. النقطة الاهم بقى والخطيرة جدا هي ان قانون المرأة والاسرة والطفل لا يدعم المرأة. وللأسف يعني تلاقينا مش عارفين نسبة الضرر النفسي. طب ما هو مش كل الضرر جسدي، في ضرر نفسي، والضرر النفسي ده للأسف بيسبب انه يطلع اجيال مريضة نفسيا، ودي مشكلة كبيرة في المجتمع. يعني احنا لازم ناخد بالنا ان ده خطر جدا على المجتمع، لان الضرر النفسي ما بنقدرش نثبته وقت ما المرأة بتضطر تلجأ للقضاء. الست بتضطر تلجأ للمحاكم لما بتلاقي ان هي متسابة معلقة، لان هي ملهاش الحق ان هي تطالب ان هي ما تكملش في علاقة زي ما هي قررت ان هي تبتديها بمزاجها. لا، ده بتتساب معلقة، وبالتالي بتضطر ان هي تلجأ للمحاكم. ولما بتلجأ للمحاكم للأسف وما تقدرش تثبت الضرر النفسي، بتضطر ان هي تتنازل عن كل حقوقها، وفي بعض الأحيان ساعات بعد 20 و30 سنة زواج. ولما بتطلق ما بتطلقش لوحدها، بتطلق هي وأولادها. نلاقي مثلا المحكمة حكمت لأسرة مكونة من أم وطفلين أو 3 1000 جنيه. هل ال1000 جنيه دي ممكن تفتح بيت وتعيش أسرة؟ مستحيل طبعا. وتلاقي ان الراجل ده راجل متيسر ماديا، يعني عنده القدرة ماديا ان هو يدفع، لكن في الاخر يتحكم لها ب1000 جنيه. ده حرام جدا، ده منتهى الظلم للمرأة. وفي اخر المشاكل دي بنلاقي ان الشيء الطبيعي يعني هو نشأة جيل معقد تماما من فكرة الزواج. الشاب خايف جدا من تحمل المسؤولية والمصاريف وغلاء الأسعار، والبنت خايفة جدا من ان يكون مصيرها محكمة الأسرة. طب ايه يا ترى الحلول لحل المشاكل دي؟ رقم 1، كده الست بقت واقعة قدام اختيارين: يا اما تقبل ان هي تاخد ال1000 جنيه وتنزل تحاول تشتغل وتقوم بدور الأب والأم في نفس الوقت،
وخلوا بالكم مش كل الستات هتقدر تعمل كده، لان في ست ممكن يكون ما عندهاش استعداد صحيا، عندها اولاد صغيرين ما تقدرش تسيبهم، اي ظروف بقى تانية بتمنعها تعليميا من ان هي تشتغل، فبالتالي مش هتعرف تشتغل. فبالتالي الحل الاخر ان هي تفضل عايشة متهانة ومقهورة لمجرد ان هي بيتصرف على اولادها. طب ما في حل تالت واحسن بكتير. طب ما نعيد النظر لقوانين الاسرة والمرأة والطفل وندي للمرأة حقها، لان المرأة اساس المجتمع. لو انا ما حافظتش على حق المرأة، ولو انا ما وفرتش للمرأة السلام والامان، يبقى ده عمره ما هيأسس جيل صالح ومجتمع صالح. وللأسف هنضطر ان احنا اخلاقيا نلاقي نفسنا بنروح لسكك مش حلوة خالص. لازم نبتدي نغير من عاداتنا وتقاليدنا ومن نفسنا. يعني ربنا لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. يعني مش لازم، مفيش داعي للنيش والكاسات الصيني والكاسات المذهب والطقم الصيني والحاجات دي ملهاش اي لازمة، وملهاش اي لازمة غير انها بتزود من تكاليف الزواج وخلاص. فلازمته ايه؟ طيب احنا نعلم اولادنا ان هم يختاروا الحاجات العملية اللي هم فعلا هيستخدموها، وده يكون احسن وافضل، ونشيل عبء كبير وفلوس كتير جدا من على عائق الاب والام، سواء اهل الولد او اهل البنت. وده هيسهل اكيد موضوع الجواز. الاختلاف لا يفسد للود قضية. يعني ايه؟ يعني لنفترض ان 2 زوجين اختلفوا، مش لازم رأي الزوج هو اللي يمشي او رأي الراجل هو اللي يمشي. ده مش معناه انك انت كده بقى الرجولة فظيعة وكده، لا، لان من حق الست كمان تكون مستريحة. لازم الست تكون مقتنعة ومستريحة نفسيا عشان تقدر تدي لبيتها واولادها. ممكن نوصل لحل وسط، نشوف حل وسط ونوصل مع بعض ويبقى الطرفين مرضيين، لكن مش لازم التحكم في الرأي والسيطرة. طب لنفترض بقى وصلنا لان خلاص السكة اتسدت وفي استحالة عشرة، زي ما دخلنا بالمعروف نخرج بالمعروف، ونربي اولادنا مع بعض بطريقة محترمة ولطيفة، ونكون اصدقاء، وكل واحد يروح يشوف حاله وحياته في مكان تاني. حتى ربنا قالها فإن افترقا فيغني الله كل منهما من سعته. فبالتالي ليه المشاكل وليه محاكم الأسرة؟ خلينا نخلص المواضيع بالمعروف. عايزين نربي أولادنا على التعاون. زي ما احنا شايفين في معظم البيوت المصرية الست هي اللي بتتحمل المسؤولية كاملة. يعني تلاقي الست هي اللي بتطبخ وتنظف وتذاكر وتودي التمرين وتودي الدكاترة، كل حاجة تقريبا على الست. والراجل حتى الدور بتاع الانفاق للأسف في رجالة كمان ما بقوش ينفقوا. فبالتالي يعني يقولوا لك ما الراجل ما يعيبوش غير جيبه. لا، على فكرة في حاجات كتيرة تعيب الراجل غير جيبه، في الأخلاق، القيم، معاملته الحسنة لزوجته، كل دي حاجات بتعيب الراجل غير جيبه. الوعي المجتمعي، عايزين قبل ما الشباب يبتدوا، قبل ما يدخلوا مرحلة الزواج، يعني المفروض ان يكون في متخصصين بيوجهوهم وبيقولوا لهم ايه المسؤوليات اللي هم داخلين عليها، ازاي يتعاملوا مع بعض لما يحصل مشاكل ما بينهم. لازم يكون في متخصصين، نزود الوعي المجتمعي. ما يبقاش السبب في الجواز هو فقط العلاقة الحميمية او تأخر السن، ان الواحد عايز تتجوز قبل ما تعنس، او ان الراجل عايز يتجوز علشان امه قالت له يلا بقى عشان نتجوز ونفرح بيك ونشوف ولادك. لا، لازم يكون سبب الجواز مقنع، يكونوا الاتنين مقتنعين تماما، وينقوا الشخص المناسب ليهم والونيس المناسب ليهم بنفسهم، ويكون في وعي مجتمعي، ويكون في متخصصين بيوجهوهم. نرجو زيادة الوعي المجتمعي، أرجوكم، احنا محتاجين ده جدا. عايزين نتقي ربنا في أزواجنا وزوجاتنا. ده غير ان النبي عليه الصلاة والسلام وصى على النساء وقال رفقا بالقوارير. واخيرا عايزة اوجه للامهات اللي عندها اولاد، ارجوكي وصي ابنك على زوجته ازاي يعاملها معاملة حسنة. شوفي انت كنت عايزة تتعاملي ازاي، ووصي ابنك انه يعامل زوجته بالطريقة اللي انت كنت تحبيها لنفسك. علميه ازاي يشيل مسؤولية بيته، وازاي
يعامل مراته بكل حب وود، لأن ربنا قال وخلقنا لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. صدق الله العظيم. وبكده حلقتنا تكون خلصت النهاردة. أتمنى أن احنا نكون استفدنا من الحلقة دي، وانها تكون حلقة مهمة ومفيدة جدا للناس اللي سمعتها. والحلقة الجاية ان شاء الله هنتكلم عن الشخصيات السامة، ازاي نعرف ان احنا بنتعامل مع شخصيات سامة، وازاي نقدر نتعامل مع الشخصيات دي. كان معاكم غادة يسري في برنامج الحياة حلوة. شكرا على حسن استماعكم، واشوفكم الحلقة الجاية على خير ان شاء الله.